السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم تكنيك بالعربي. يا جماعة الخير، احنا قاعدين بنقدم مقاطع وبنفس الوقت حجم التفاعل قليل نسبيا، لهيك بدنا منكم تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للمقطع، تدعمونا قدر الإمكان حتى نستمر. راح نحكي اليوم عن مباراة المغرب والأردن، التاريخ الذي لا يرحم، المباراة التاريخية، المباراة اللي ما راح تكون عادية. هذا نهائي بيحمل تقاطعات نفسية وتكتيكية وهوية نادرة في كرة القدم العربية. منتخب مغرب قوي أمام منتخب أردني بيعرف حدوده كثير كويس، وبينهم مدرب أردني مغربي الهوية الكروية بيعرف خصمه أكثر مما يظن الجميع. راح نبلش كلامنا اليوم عن المنتخب المغربي، المنتخب الأكثر اكتمال في البطولة. إذا بدنا نكون صادقين، المغرب هو الفريق الأفضل كرويا في البطولة حتى الآن. نقاط القوة عنده منظومة جماعية واضحة، بناء لعب من الخلف، تحركات ذكية بين الخطوط، تنوع هجومي كبير، أطراف وعمق. اثنين، عنده جودة فردية أعلى، لاعبين بيعرفوا متى بيسرعون اللعب ومتى بيهدوا اللعب، ثقة في الاستلام تحت الضغط، جراءة في الاقتحام والتسديد، يعني عندهم تنوع وجودة بشكل كبير. ثلاث، وأهم إشي، عندهم شخصية البطل، ما بيرتبك، ما بتراجع نفسيا، بيعرف كيف يفرض إيقاعه على المباراة. المغرب ما بيلعب على ردة الفعل، المغرب هو بيصنع المباراة. لكن ما بنقدر نقول عن المنتخب المغربي إنه منتخب كامل، بل عنده بعض، خلينا نحكي، نقاط الضعف أو لازم نقاط يحذر منها المنتخب المغربي. هي أحيانا ببالغ بالسيطرة. اثنين، بيفتح مساحات خلف الدفاع. ثلاث، بيعتمد على الضغط العالي لفترات طويلة، وهون ممكن يستنزف اللياقة البدنية بشكل كبير. وفي نقطة اليوم المنتخب الأردني لازم يحذر منها، وهي اللاعب المغربي مقاتل في الملعب، بيختلف عن جميع الفرق اللي انت لعبوا ضدها. اللاعب المغربي بيقاتل على الكرة بإيجابية، مش بيقاتل ليدمر اللاعب، لا، هو بيقاتل حتى يصنع هجمة من اللاعب نفسه. بتلاقي المنتخب المغربي راح يكون له هجمات من أخطاء المنتخب الأردني. ثاني شيء، هو بيتوجه إلى الكرة بشكل عنيف وبشكل شرس وبشكل قوي، نبي ننتظر إنه الكرة توصله. لهيك المنتخب الأردني اليوم راح يواجه بالفعل، لما نحكي أسود الأطلس راح يواجه أسود فعليا. الآن حسب ما شاهدنا المنتخبين سابقا راح نحكي عن مفاتيح المباراة الحاسمة. الآن كيف ممكن يفوز المغرب؟ يسجل هدف مبكر، عدم التسرع أمام التكتل الدفاعي، اللعب بين الخطوط وليس على الأطراف فقط، التسديد من خارج المنطقة لكسر التمركز، الدخول بالكرة بشكل فردي وبشكل جريء داخل منطقة الجزاء، بحيث أنه يجبر لاعبين المنتخب الأردني على ارتكاب الأخطاء أو ترك اللاعب يمشي، وبالتالي خروجه من خارج المنطقة التي تؤثر على المرمى مباشرة، بحيث أنه يلعب عرضية فيستطيع حارس المرمى التصدي لهذه العرضيات بكل سهولة. وإذا بنحكي كيف ممكن يفوز الأردن، الأردن لازم يصمد أول 30 دقيقة. أول إشي لازم يعمل على قتل الإيقاع، استدراج المغرب للأمام، ضرب مرتدة واحدة قد تكون كافية كما شاهدنا في المباريات السابقة. لكن عندنا مشكلة كبيرة وكبيرة جدا، انه اللاعب المغربي عنده تنوع كبير جدا. ثاني شيء، عندهم جودة بالهجمة تختلف عن المنتخبات السابقة. يعني المنتخبات السابقة كنا نشوف جملة تكتيكية رائعة جدا، ولكن عند التنفيذ العرضية او الباص بالعمق كان ينقطع في وسط الطريق. لكن عند اللاعب المغربي اعتقد راح تكون الامور اكثر خطورة. لكن السيناريو اللي اعتقد يحتاج الى مدرب جريء جدا، وهو من ناحية المنتخب الأردني الهجوم من بداية المباراة. يعني إذا الأردن اليوم بدها تفاجئ العالم وبدها تقلب الطاولة، راح تلعب اليوم بتشكيل هجومي كامل، لأنه أعتقد أنه المغرب راح يلعب بهجوم قوي، فبالتالي أنت بدك تبادره بهجوم قوي حتى ترجع المغرب لوراء، حتى تحاول تخطف هدف، حتى تحاول أنه أنت تدخل على المنتخب المغربي بعنصر المفاجأة، وأنه أنت فريق مش فريق دفاعي. أنت اضطريت أنه تكون فريق دفاعي في المباريات السابقة حتى أنت تلملم أوراقك. وأعتقد أنه الأردن عندهم لاعبين
قادرين انهم يكونوا هجوميه بشكل كبير وبشكل كبير جدا. لذلك اتوقع ان الاردن راح يهاجم من البدايه وبشكل كبير، كانه داخل على مباراه، ما بدي احكي من بطوله عربيه، كانه داخل على مباراه بعد توقف فتره طويله، فداخل يجرب الهجوم الجديد اللي مشى عليه خلال فتره تدريبيه معينه. يعني ما بنحكي انه هو داخل على رتم مباريات وانه كل مباراه ترتبط باللي قبليها. اعتقد هاي المباراه اكون او لا اكون، وانت كمنتخب اردني اذا بدك تستنى المنتخب المغربي في مناطقك مثل ما عملت مع العراق والسعوديه راح تندم كثير جدا. لكن اذا انت بدك تهاجم وبدك تقول انا موجود، وبدك تقول انه احنا كمنتخب اردني ما وصلنا هاي الانجازات بالصدفه او بالسهوله، لا انه احنا النا شخصيه وتبلش تفرض شخصيتك من اليوم، اعتقد انت كمنتخب اردني راح تبدع وتبدع جدا. طبعا اقرب سيناريوهات للمباراه انه اذا سجل المغرب اولا المباراه قد تحسم، اذا صمد الاردن طويلا القلق ينتقل للمغرب، اذا ذهبنا الاشواط الاضافيه الافضليه النفسيه للاردن. وفي الختام هذا نهائي بين كره جميله تريد ان تتوج المغرب وكرة ذكية تريد أن تكافئ الأردن، والتاريخ لا يرحم من يضيع الفرص ولا يجامل من لا يجرؤ. ركز يا الأردن، من لا يجرؤ. نهائي لا يحسب بالأسماء بل بالتفاصيل الصغيرة. وكل التوفيق للمنتخب الأردني في هاي المباراة. شكرا.